مرحبا متتبعي قناة صوت الشعب 24. فات الله حضرت نستضيف صاحب هذا الطابلو الرائع باش كيعبر هذا الطابلو استاذ واعطيني شرفنا بالاسم ديالك بعدا. انا رخصي اييه مرحبا سي رخصي. شي باش نشرح لك شنو كيعبر واش كيدير وعلاش وكيفاش، يعني خص بزاف ديال اختصار هذا العمل اللي هو كنسميوه حنا في لابساسيون جيومتريك، يعني الوسائل اللي بسيطه بحال الجيومتريك. وسائل بسيطه اللي كتعبر على اشياء اللي انها معقده. بحال مثلا اي عمل كان كيتصدر واحد المشكل ديال اش كاين كما طرحت انت السؤال. نوع يعني بغيت تقول لي نوع من الفلسفه عبر الرسم. يعني اش كاين هو طبعا كيف ما كان. نعم. فيجوراتيف ولا ابستري ولا يعني مثلا شي مدرسه كما كانت دائما فيه واحد المحتوى، يعني اش كاين هاد الطابع. هاد القضيه اش كاين واش كي بالنسبه لي انايا ما كتهمنيش بزاف. باش نقرب المشاهد مثلا اللون الازرق لا الملك كيلمح، هذا هو المشكل. يعني ملي كنقولوا هذا اللون راه كيعبر على هذا الشكل، انا عندي هذه القضيه. لا مثلا اللون الازرق كيعبر على السماء او كيعبر على البحر الا بغيتي. نعم. الا بغيتي ولكن انا كنهضر عامه اللي كنشوفوا اي عمل كاين المضمون وكاين الشكل. انا كنعتمد بزاف على الشكل. نعم. لان الشكل هو اول لقاء ديال المتلقي، يعني كيشوف. نعم. والطابع اول شيء كتشوف يعني تقول اش ذاك التناسق اللي كاين ديال الاشكال، التناسق ديال الالوان. نعم. هذا هو اول شيء كيجبد المتلقي. عاد المتلقي عاد كيمكن نقولوا اش كاين. نعم. ربما كاين والو، ولكن كندخلوا هنا في واحد السؤال صعيب شويه. لا كاين مثلا اللون الاخضر كيعني الجنه، الازرق كيعطي البحار، الاصفر كيعطي الطموح. شوف هادشي اللي كتقول. نعم. انا غنختصر اللون الابيض. نعم. اش كاين؟ سلام. انا بالنسبه لي انا اللون الاخضر ماشي لون. لون السلام. لا ماشي لون. نعم. ابيض اسود هادشي ماشي الوان. نعم. الا كان كيعني ابيض عند المسلمين كيحزنوا به. نعم. عند المسيح كيفرحوا به. يعني هنا المعنى ديال اللون ما بقاتش. نعم. يعني حسب الشعوب حسب الثقافه. كذلك حنا كنشوفوا مثلا الاحمر كنقولوا الاحمر اش كاين مثلا الاحمر؟ لون الدماء. نعم. ولا عطيناك شي فيراري ما تبقاش كتعني. شوف على حساب ما عطينيش على حسب الاراده، على حسب الاقتناع ديال الانسان واش ياخذها ام لا. هي ملي كنهضروا على الالوان راه مشكل كبير. الالوان يعني لا سينيفيكاسيون ديال لا، يعني اش كيعني هذا اللون؟ انا بالنسبه لي ما كيعني والو. اللون ملي كتاخذ اللون كيف ما كان اللون، اما كتفسرو علميا، يعني كاين تقنيه الالوان. نعم. كاين الالوان الطيف، الالوان الاوليه، الالوان البدائيه، الالوان الثانويه. المبيض انا كنحس علميا ماشي لون، لانه هو مجموعه الوان علميا. الاسود العكس، الاسود هو غياب. يعني هنا ملي كنهضروا على اللون كنهضروا على الضوء. يعني الضوء ما يمكنش يكون لون الا ما كانش ضوء. القصه طويله. شكرا لك استاذ، بارك الله فيك. يعني
كاين الشكل وكاين الأمور. شكراً لك. ولكن الشكل انا بالنسبه لي انا الشكل كيهم اكثر. شكرا. نتمنى انكم قربنا المشاهدين عبر هذه اللوحه. اليكم متتبعي قناه صوت الشعب 24. فهاد اللحظات نستضيف صاحب هذا الرسم الجميل كيف ما كتلاحظوا، اللي يعطينا حول الشروحات ديالو. عطينا الاسم ديالك ولدي. سميتي حشيم العشيري. نعم. كنسكن في كازابلانكا. نعم. حاولت هنايا ندير واحد لانسبيراسيون من عند الفنان الراحل رحمه الله سميتو عمر أفوس، فنان كبير بالنسبه لنا. وحاولنا اننا نحطوا واحد الموقف ديالنا بلاصتو عندما كان كيرسم واحد لي طابلو ديالو اللي كان تيرسمهم عن طريق هذا الستيل اللي سميتو لابستري. نعم. وحاولنا نحطوا الموقف ديالو وعشنا واحد لي سونتيمون اللي عاشهم حتى هو، وخرجنا الابداع ديالنا بهذه الطريقه. وحاولنا نديرو حتى حنايا نفس لانسبيراسيون ديالو، نفس التكنيك ديالو باش نتذكروا هذا الفنان ديالنا الكبير اللي سميتو. علاش اختاريتي اللون الابيض؟ اللون الابيض نعم. كيعبر على يمكن تورينا بيديك. يعني اللون الابيض نعم. تعبر على انتعاش، على الفرح، على السعاده ديالو، كيفاش كان تيخدم، كيفاش كان تيحط الكراتونش ديال اللون الابيض، كيفاش كان تيعتبر الحياه بالسعاده ديالو عن طريق هذا. مثلا اللون الرمادي. اللون الرمادي. هذا هو الإظهار للحياة سعيدة وغدا كتأسف. نعم. باش يمكن ننصح الشباب شباب المستقبل. نعم. شفت كشاب كننصحكم مغربي. انكم ديروا واحد العمل الفني ديالكم نتوما. كنصحكم انكم تثقف نعم. ديالكم ديال الار، انكم تكون عندكم واحد الثقافه فنيه، انكم تعتبروا الار واحد الشيء اللي كان قديم نعم. ولا مازال غادي كنطوروا. يعني الحياه ديالنا كامله كتعتبر ار. واخا يبداو غير بالقلم الرصاص. واخا تبداوها بقلم الرصاص، سيروا في المسيره ديالكم. مرحبا بكم وكاملين نتعلموا لاغ ديالنا. اصلا الحياه ديالنا كامله لاغ. شكرا لك. شكرا لك وتبارك الله عليك.